مشاهدينا ومتابعينا سلام الله عليكم. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا، حفل افتتاح أسطوري تاريخي بكل المقاييس. يقال فيه ما يقال، فيه بعض الأمور اللي نقدروا نوليو لها ونقدروا نناقشوها من بعد، ولكن الأساسي هو أن البطولة الأصعب، البطولة الأعقد، البطولة التي استعصت على المنتخب الوطني المغربي منذ عقود من الزمن انطلقت أخيرا في بلادنا في المغرب. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا وانطلاق الفعلي ديالها كان البارح بداو فراعنة النيل، بدا المنتخب المصري، بدا بطل أبطال إفريقيا، بدا صاحب السبع نجمات، صاحب السبع ألقاب. رحلة البحث عن اللقب الثامن. يعني احنا كمغاربة، كمنتخب وطني مغربي، كرابع العالم، كفريق حقق بطولة العالم الشبان، حقق الشان، حقق مجموعة من الألقاب. إذا بغينا حقا نحكموا إفريقيا بهذا المعنى، إلا بغينا حقا نحكموا إفريقيا، راه خصنا نتجاوزوا ديك السبع ألقاب اللي كاين عند المنتخب المصري. باش نتجاوزوا هذيك السبع ألقاب اللي كاين عند المنتخب المصري، على الأقل خصنا نربحوا هذه البطولة اللي عندنا في بلادنا. واللي شاف المقابلة ديال البارح غادي يعرف أن ناقوس الخطر كيدق، بلا ما تسمع الإعلام المصري، بلا ما تسمع المصريين. دائما هما كعادتهم ما لعبناش، ما درناش، ما هذا، فزنا بشق الأنفس. فوقاش عمر مصر لعبات، ولكن دائما كتربح. اللاعب الوحيد اللي كيفرج في المصريين في نظري من منظوري الشخصي هو تريكا. من غير ابو تريكا المصريين كما عادتهم حفاره، لاعب ديال الشوارع، ماشي حتى كرة قدم الشوارع، اللاعب ديال الشوارع، يعني كرة القدم ديال التدافع والتزاحم، وكرة من هنا طاحت هنا شبط لبط. غادي تلقاهم في ديمي فينال. من هنا منتخب المصري كتشوف في ديمي فينال. وناقوس الخطر الآخر وهو منتخب جنوب إفريقيا. منتخب جنوب إفريقيا اللي هو اللي خرجنا من البطولة التالية ديال كأس إفريقيا. وانا لو كنت بلاصه الركراكي كنت غادي نجلس اللاعبين البارح يتفرجوا لهاد جوج مقابلات اللي مهمه جدا. ولا اخفيكم سرا، اي واحد كيتبع الكره مزيان وكيتفرج الكره مزيان، الا ما وجعتوش كرشو من شاف هذاك الماتش ديال جنوب افريقيا البارح، راه ما عمرو تفرج الكره. منتخب جاهز كما يجب، الله يبعدو على طريقنا من هنا وخا زهرنا فيه. منتخب جنوب افريقيا فين ما تلقى معنا في شي بطوله كيصيفطنا بحال ايوا. اللهم اني قد بلغت. اللي شاف المقابله ديالهم البارح كيفاش كتخرج الكره، السلاسه باش كيمشيو في الهجمات، تكرار الهجمات، السلاسه باش كيسجلوا، تحيد لهم بونت كيعاودوا بونت اخر، ما يمكنش. يعني المنتخب ديال جنوب افريقيا ولا المنتخب المصري، راه عندك من دابا كنقول لك عندك جوج فراقي في ديمي فينال، راه كتشوف فيهم. بلا ما نهضروا على تونس ما مرشح حتى واحد، ما هاضر عليها حتى شي واحد، ما قيل عليها حتى شي واحد شي حاجه، ما عارفش انت كاع شكون كيلعب فيها بلا ما تعرف. غادي نقول لك من هنا غادي تلقى شويه جزيري وشويه طرابلسي على علي معلول، تلقى تونس في الفينال. ما عارف مساكني هو ولا شي خوه ولا مازال كيلعب، غادي تلقى تونس في ديمي فينال. كيفاش ما نعرف. هادو فراقي عندهم الحرفه ديال كاس افريقيا، واخر نهائي خسرناه مع تونس. بلا ما نهضروا على الفرق اللي مرشحه واللي كتعتبر فرق صحيحه، بلا ما نهضروا على نيجيريا، نهضروا على السنغال، نهضروا على الفرق اللي مازال ما شفناهاش. من الفرق اللي شفناهم لحدود الساعه فرق مخيفه، مصر بالاسلوب الكلاسيكي ديالهم، متعوده دائما ضربات هنا جات لهي دقيقه 90 خرجوا رابحين ب2-1. باش نكونوا واضحين. وحنا ماذا أعددنا؟ اش وجد السي وليد الركراكي؟ هل تجاوزنا أخطاء الماضي؟ مع الأسف لا. كيف ما كنسمعوا، مع الأسف لم نتجاوز أخطاء الماضي. شنو المشاكل اللي كانت عندنا قبل؟ واحد الوقيته كان عندنا مشكل ديال بدنيا اللاعبين. عندنا كيكون عندنا لعابه كويريه ولكن كيلعبوا لك 60 دقيقه سالات، مور 60 دقيقه تقلبوا عليك الفرق الاخرين. السنوات الاخيره ولا عندنا مشكل ديال الجاهزيه، كنجيبوا لاعبين ما واجدينش، ولا حتى الا كان واجد كيلعب معاك لاويت لانكار، كيلعب معاك التومون الربع، كيتصاب ولا كيتشنج عضلي ولا دي شيرور ولا ذهب وانتهى. الان تكرر نفس المشكل.
قلنا خيارات الركراكي يتحمل فيها الركراكي المسؤوليه، هو متحمل المسؤوليه في هذه البطوله هذه، ولكن ما بدات البطوله حتى طحنا في المشكل ديال الجاهزيه. المشكل ديال ان سايس مريح عام كامل وانت غادي تجيب وتعيط عليه باش يلعب نص سميطه ويخرج بليسي، هذا سؤال. انت عندك اكرد اللي كان ديجا بليسي، جا لعب ماتش واحد ولا جوج مع مارسي وجاي عندك، ها هو عندك جوج قلبي دفاع بليسيين، في حين ان عندك مجموعه من اللاعبين اللي جاهزين مجربين عطاو نتيجه ما كتعيطلهمش. عيطتي من الشبان لقيت بودلال، لقيت بودلال هو احتياطي ديال باعوف، ما جبتيش باعوف. خليتي لاعب بحال انس باش كيلعب جوج، كيلعب ثلاثه، كيلعب اربعه، كيلعب خمسه، كيلعب سته، كيلعب في خط الدفاع كامل وكيلعب حتى في خط الظهر. كيفاش؟ بوفتيني كلشي الناس كانت كترشح بوفتيني، ولكن بزاف ديال الناس ما شافتوش. وجاتك الفرصه وجاتك بطوله افريقيا وانت شفتي بوفتيني. لاغي على بالصغير، اخوماش، شمس الدين الطالبي، مجموعه من البروفيلات المتشابهه اللي حنا عارفين 100% انهم ما عندهمش تجربه في افريقيا، غادي يدخلوا على افريقيا غادي يتخلعوا. كيفاش غادي تكون النتيجه الله اعلم. انا كنطلب الله غير ما تاخروش شي ماتش بهدف ولا هدفين، لان واش عندنا القدره اننا نتقاتلوا ونوليو الله اعلم. في حين ان كانوا عندك لاعبين اللي تقدر تجيبهم تعطيهم فرصه وعندهم حتى الحافز انهم يستغلوا الفرصه. عندك معما احسن لاعب شاب، ما كاينش شي منتخب عنده احسن لاعب شاب في كاس العالم ديالو ما كيلعبش في الفريق الاول، ما يمكنش. السيد متوج احسن لاعب شاب في بطوله العالم الشباب وما موجودش في الفريق الاول. عندك زابيري جاهز كيسجل، مازال صغير خفيف، كره في رجلو مزيانه، علاش ما يكونش خيار متاح؟ ما علينا، ما غنتكلموش كما نقولوا على الاختيارات دابا، ما غاديش نتكلموا على حريمات وكل شيء شاف وكل شيء عارف وكل شيء دابا مبقى ما يتقال. كل شيء شاف احسن لاعب في الشان واحسن لاعب في البطوله العربيه، يعني الامور صارت واضحه. يعني هذه اختيارات شخصيه ديال المدرب، نتمناو خير. ولكن كما يعلم الجميع المرشح الاول للظفر باللقب راه لعب البارح. المصريين عندهم 7 ديال الالقاب وراه جايين للمغرب وكل الظروف تسمح لهم بانهم يحققوا اللقب الثامن. اتونسيون، بلا ما نهضروا على السنغال ولا نهضروا على فرق اللي غادي تلعب. والمستجدات كتقول ان كاس افريقيا غتولي تلعب على 4 سنين. هي على 4 سنين باش غادي تحقق 7 ديال الالقاب اللي كاينه عند مصر على 4 سنين. حسبها دير 7 في 4، خصك 30 سنه ديال المنافسه الا كنتي كتتوج بطوله مور بطوله. باش نكونوا متفاهمين، يعني لا مجال للخطا. لعب في بلادك، التيران ديالك، الجمهور ديالك، الاختيارات ديالك، وتلقى مشكل في مقابله افتتاحيه التيران داير كله بالجمهور ديالك مع فريق من حجم جزر القمر، وانت جايب ما عرفتش، راه عندك مدريد وعندك باري وعندك مانشستر يونايتد وعندك، بلا ما تحتاج دعم الجمهور ولا ما تحتاج حتى شي حاجه. هادو كاع ما يحتاجوا خطه. الاسماء هذه تدخل نورمالمون تربح جزر القمر. عندنا مشكل في التنشيط الهجومي، عندنا مشكل مع الفرق اللي كيتكتلوا لنا في الخلف، عندنا مشكل في الفعاليه، عندنا مشكل كنضيعوا بزاف. هادشي كامل المهم منه هو اننا لسنا مرشح للقب، وما بغيناش تو المرشح للقب، وما بغيناش نكونوا حنا هو الفريق المرعب. المرشح للقب هو مصر، هو جنوب افريقيا، هو السنغال. هادشي اللي كاين. لا ما يبقاو علينا بالهضره ديال تبيع العجل. حنا الا بغينا شي حاجه بغينا في التالي لاكوب، ما بغيناش نكونوا المرشح. بغينا كاس افريقيا تبقى هنا، ما بغيناش نكونوا المرشح للظفر باللقب. صافي تفاهمنا. اختيارات ديال الركراكي هو الوحيد والاوحد اللي يتحمل فيها المسؤوليه. ما عيطتش على لعابه، دير تخريجه دابا باللعابه اللي عندك. والسلام عليكم ورحمه الله. مصر راك شفتيها، جنوب افريقيا راك شفتيها، راك شفتي امام عاشور كي داير انه احسن لاعب في افريقيا وما نعرفوا خرجوه في بريمير ميطا ما عقلوش عليه. دونك لعب الا بغيتي تلعب بهذا المعنى. السلام عليكم ورحمه الله.